في حياتنا محتاجة كلام يحسسها بالأمان. الكلام مش مجرد صوت، الكلام نور ينور الطريق، جسر يربط بين قلبين. وفي لحظة جه الأمر الإلهي، الصحابة واقفين في الصلاة والقلب بيدق والعقل بيسأل، بس ما كانش في وقت خالص للكلام. سمعنا وقطعنا، كلمة بسيطة بس معناها كبير، شرحها مش ممكن يتشرح. سمعنا وقطعنا للرسول وللأمر الإلهي. النهاردة هنكمل مع مولاي إن شاء الله ونفهم إزاي الأمر ده جه في الصلاة وليش معنى جه في الصلاة. كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله النهاردة ليلة نص من شعبان، الليلة دي ليلة عظيمة. النهارده هنعرف مع الشيخ سيد توفيق من علماء الازهر الشريف ايه اللي حصل وايه اللي هنعرفه وازاي نقدر نعدي الليله دي. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخنا، كل سنه وحضرتك طيب ونورت رحله مع النور. اهلا بك اهلا بك تمام الحمد لله. ممكن يا شيخنا تاخدنا كده للمدينه ونبقى واقفين قدام المسجد ذو القبلتين ونحضر الموقف، ايه اللي حصل بالظبط؟ تمام الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله سيدنا محمد صلوات ربي وتسليماته عليه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا لابد أن نعلم أن الزمان يتشرف بما فيه من حوادث. أي حادثة تحدث في الزمان هذا الزمان يكون له شرف ومكان. الحمد لله ان تمام. النهارده الليله نشرف بيها. شرف ومكان بلا شك، لأنها أفضل الليالي بعد ليلة القدر. الله اكبر ما شاء ليلة الله. نصف شعبان أفضل الليالي بعد ليلة القدر، ولذلك هي عيد عند الملائكة، ما شاء الله. لأن البشر المسلمين لهم عيدين اتنين، صح. عيد الفطر وعيد الأضحى. الملائكة لها عيدين اتنين. الملائكة لها إيه؟ عيدين اتنين عيد زينا يعني. تماما. امم عيد ليلة النصف من شعبان وليلة القدر. إحنا العيد بتاعنا نهاري، هم العيد بتاعهم ليلي. من بعد الأذان المغرب. المغرب. ليه بقى؟ لأن إحنا بناكل ونشرب وبتاع، فما ينفعش الصيام. صح. فلا بد إن يكون العيد بتاعنا عيد فرح وبهجة وما إلى ذلك، لأن دي حياتنا البشرية. أما الملائكة فعيدهم هم عبادة باستمرار وقرب من الله سبحانه وتعالى، فلا بد ان يكون ليل، لان هو ده مكان الوقت اللي العباده يعني. مهم. فاذا ناخد بالنا من هذا الكلام ان ليله النصف هي افضل الليالي بعد ليله القدر ليلة القدر. على طول، ولذلك يستجاب فيها الدعاء. ليله تكفير الذنوب، ليله تكفير الذنوب. ليلة عظيمة. ليله عظيمه، ليله تكفير الذنوب. شوف بقى الكرامه والجمال كله في هذه الليله. تكفير الذنوب ليه بقى؟ لان عندي انا تكفير الذنوب الاسبوعي مهم. اللي هو بالنسبه ليوم ليله الجمعه، ليلة الجمعة مش كده؟ فعلا. وليله النصف تكفر لي ذنوب سنه كامله من شعبان إلى شعبان، إلى شعبان. زي من رمضان إلى رمضان. تمام. مهم. وليله القدر تغفر لي ذنوب العمر كله. الله. يبقى كام بقى ليله ايه؟ كام مغفره؟ يوم ثلاثه هم. 3 مغفرة. عندي كل ليله كل جمعه جمعة ليلة خميس. اسبوع كمان كده. ليله النصف من شعبان السنه كامله. تمام. ليله القدر تغفر لي ذنوب العمر كله. شوف الجمال بقى. كمان يعني ده احنا ربنا جميل. يبقى لابد واحد يحرص بقى على هذه الايه؟ هذه الليله بقى. صح. ونفهم كذا، كل واحد يكون حريص على انه يحرص بليله القدر، يكون حريص على ليله النصف من شعبان. ناخد بالنا انها ليله العتق من النيران، لله فيها عتقاء من النار. اجعلنا يا رب منهم، أنا عتقاء. وحضرتك والسادة المشاهدين وكل الموجودين يا رب. عتقاء من النار. يا رب آمين. ليله النصف من عتقاء زي كل ليله كده من رمضان. يعني في رمضان احنا ساعه الفطار ربنا بيأمر اطلع من النار، عتقاء من النار في هذه ساعه الفطار. كذلك احنا في هذه الليله في عتقاء من النار بعدد شعر غنم كلب، دي قبيله يعني كده. ده فيها بقى، شوف بقى الجمال كله بتاع كده. الله. واحنا قلنا ليه تكفير الذنوب؟ ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيطلع على عباده فيغفر لاهل الارض كلهم الا مشرك ومشاحن. يكفينا الشر. الاثنين دول يعني بعيدة عن المشرك المشاحن، احنا نقول للسادة المشاهدين بس خلي بالكم الليلة دي كلكم تتصالحوا مع بعض. تمام. يعني بقلب سليم. بقلب سليم. انا هنتكلم عن الحته من ده، لانه خد بالك ساعتين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. خلي بالك يا مولانا، عايزه اقول لحضرتك حاجه. الناس هتتفرج علينا مش صدفه ان هم يسمعوا الكلام ده. اكيد في حد بيتفرج علينا دلوقتي. أيوة. في قلبه حد زعلان منه طبعا، يجري جالي يتصالح معاه بلا شك. ده قبل المغرب. ده قبل ما ينزل مولانا سبحانه وتعالى بكفاله ارضاه سبحانه وتعالى، لان هو بيقول هلا مستغفر فاغفر لنا له، هلا مسترزق فارزقه، هلا ممتلئ فعافيه. يقول لك هلا كذا هلا كذا 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 الى ان يطلع الفجر. شوف من المغرب لغايه الفجر ومولانا يقول، يبقى الواحد يكون حريص بقى يروح. طبعا. فانا اللي يحرم من هذه المغفره بقى في المغفره زي ما قلنا كده ساعتين، اللي هو وقاتل نفسه يحرم من هذه المغفره. الزاني والزاني يحرم من هذه المغفره. المشرك اللي هو طبعا خلاص حرم عليه الجنه اصلا
تمام كده. والمشاحن ده اللي فيه ضغينه بينه وبين الناس، الحاسد اللي هو في قلبه غل وحسد. واحنا معروف ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل افضل الناس ايه، قال له صاحب القلب التقي اللي هو اللسان الصدوق والقلب المخموم. قالوا يا رسول الله هو القلب المخموم ده في ايه؟ قال التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي. طيب يعني مولانا احنا عايزين نعيش الليله من اولها. تمام. حضرتك كده جبت لنا بعد ايه صلاه المغرب. احنا عايزين نعيش ساعه اذان الظهر لما الامر الالهي جه على سيدنا النبي. تمام. احكي لنا بقى عشان نعيش. حاضر. تمام. تحويل القبله كما تذكرت يعني فضلتك تذكرت هذا الامر، ان كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عند بيت ام بشر رضي الله عنها، وبعدين قدمت طعام اكل، فجاء وقت الظهر، اذان الظهر وقت الظهر. واذا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابه بيصلوا في السنه الثانيه من الهجره. تمام كده. فقام سيدنا النبي صلى ليه الظهر والصحابه بيصلوا وراه الركعه الاولى والثانيه. خلي بالك ساعتك وقت الظهر ده بيسموه وقت رفع وقت رفع الاعمال فوري. الفوري لا يعني ايه يا مولانا؟ تمام. رفع الاعمال انا عندي رفع اعمال زي ما قلنا في السبب، رفع اعمال نهاري، رفع اعمال ليلي. عندي رفع اعمال سنوي، عندي رفع اعمال العمر كله زي ما قلنا الكلام ده كله. تمام. فهيجي لنا الكلام ده دلوقتي واحده واحده ان شاء الله. فمنهم بقى الرفع الفوري ده. الرفع الفوري يعني اذان الظهر جدا نقوم نصلي. تصلي السنه الاول 4 ركعات. 4 ركعات بتسليمه واحده. 4 ركعات بايه؟ قبل الظهر. قبل اذان، قبل الصلاه بتاعت الظهر. لان ابواب السماء تفتح من بعد الاذان الى السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله بالنسبه للامام. هذا الوقت يستجاب في الدعاء، ولذلك سيدنا النبي قال لك ايه بقى؟ تفتح ابواب السماء في هذا الوقت، فاحب ان يرفع لي في هذه الساعه خير لي من شوف ده سيدنا النبي. يبقى في الوقت ده نعرف كده ان وقت اذان الظهر ساعه ما يدن نعرف ان ابواب السماء مفتوحه. يعني حضرتك دلوقتي بتدينا روشتات بسيطه كده. يعني ان كل مره اسمع فيها اذان الظهر اسيب اللي في ايديا واقوم اصلي، لان السماء مفتوحه. بالظبط كده. ابواب السماء مفتوحه واحنا بنرفع اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ارفعه، مش كده ولا ايه؟ يبقى ناخد بالنا من الكلام ده ان الوقت ده وقت استجابه الدعاء. خلاص. ايه اللي بقى حصل بعد كده يا مولانا بقى؟ فاذا بقى لما جه الامر الالهي بتحويل القبله من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام. تمام الكلام ده. واذا بسيدنا النبي فعلا استدار الى هذا المكان. تمام. انا يستوقفني ان سيدنا النبي استدار والصحابه كلهم استداروا. لو جه في الوقت ده المخ هيشتغل. عايزه اسال حضرتك قبل ما نستفيض، سمعنا وقطعنا، احنا عايزين نتعلم سمعنا وقطعنا. تمام. عايزين ازاي افهم 3 مواقف سمعنا وقطعنا من غير ما اشغل مخي. يعني يعني الصلاه المفروض بنسمع ونصلي. بلا شك. تمام. الاشواط ال7 في العمره وفي الحج، كل الدين كله مبني على السمع من غير ما نفكر. دي جزء من غير ما اسال ليه. تمام. بعد ما انفذ الامر ابتدي اسال ليه. تمام. امتى اقدر اسال ليه قبل ما انفذ الامر؟ تمام. هو كل شيء له حكمه علمناها او لم نعلمها. تمام كده. فاذا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما استدار من هذا ايه الحكمه الاول؟ بالظبط. من ان تحويل القبله من المسجد الاقصى الى المسجد ايه؟ المكان اللي صلى فيه ده تم فيه اسمه ذو القبلتين. ده المسجد اللي فيه. اما المسجد الاقصى فاولى القبلتين. ما ساعات كده يبقى المسجد الاقصى ايه؟ اولى القبلتين. والمسجد اللي هو ده فيه ده ذو القبلتين، يعني ايه؟ القبله يمينا هنا والقبله جنوبا. نتشرف ان شاء الله ونصلي فيه باذن الله لما نطلع نزور سيدنا النبي ونعمل عمره. اللهم امين. فاذا بسيدنا النبي ايه الحكمه من هنا بقى؟ ان كان في خلال الفتره دي كلها سيدنا النبي صلى تجاه المسجد ايه؟ الاقصى. لو كان صلى في المسجد الحرام في بدايه الدعوه كان ايه النتيجه بقى؟ كان في ناس قلبها متعلق بالكعبه كعباده او تعظيم. يعني اصل الكعبه ليها سحر كده. بلا شك. فكان النتيجه دي حكمه من الله سبحانه وتعالى ان التعظيم الكعبه بما فيها من حب وما فيها من انها تاخد في الوهيه وما الى ذلك، يبقى لابد ان ده يخرج من القلب. يعني ده تحويل قلوب قبل الاجسام. بلا شك. يعني معنى كده يا مولانا ان النهارده يقدر جسدي وروحي وقلبي وعقلي كلهم يتحولوا الى الله. نعم. فرصة. الجسد يعني يتابع الروح. فلا بد ان الروح تكون متعلقه بالله اولا.
لان القلب ده القلب الصغير ده هو القلب السليم، اسمه القلب الايه؟ السكينه. الا من اتى الله بقلب ايه؟ سليم. القلب السليم ده هو الذي يتحكم في الجسد، فاذا صلح الجسد كله، صح. واذا فسد الجسد القلب كله. ففرصة فناخد بالنا من الحته النهاردة. دي جدا، يعني لابد ان طبعا. يكون الانسان متعلق بقلبه فين؟ بربه، خلاص انتهت القصه. فانا النهارده لما اجي اعرف ان ده كان حكمه، لازم القلب ده يكون قلب ايه؟ سليم، خالي من الشرك ومن النفاق ومن من كل الرياء. شيء. ومن الرياء، ان في ناس بتعبد ربنا على الرياء. يكفينا الشر. ايوه. ولذلك اللي يعبد ربنا على الرياء ده ما يعرفش ينطق الشهاده. ما يعرفش انت ليه؟ الشهاده. كان في واحد اسمه منصور. وجعت لي قلبي. الله يكرمك. في واحد اسمه منصور بن عمار رضي الله عنه، كان له يعني واحد معاه صاحبه بيصلي كتير وبيصوم كتير وحاجه عبادات بقى، يعني ما شاء الله. بس فجاله الخبر. بس في اكيد. بس فجه الخبر هنا المنصور ان هو ده مريض، روح شوفه، يعني لانه ممكن يكون مرض الوفاه. فراح شافه، لقى امر عجيب، يعني لقى ان شفافه انتفخت وان وشه مش عارف ايه. فقال له قل لا اله الا الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. قل لا اله الا الله. فقال لك فنظر اليه نظره شده، فقال ممنوع منها، مش قادر احركها، مش قادر اقولها. فقال له لو ما قلتهاش مش هغسلك ولا صلي عليك، ما ينفعش، قول لا اله الا الله. قال له منعني منها بقى الامر ده. قال له ايه اللي منعك منها؟ قال له صلاتي وصيامي كانت لغير الله، اعمل قدام الناس كده اقول مصلي مزكي حاج ما زكي، واذا خلوت بنفسي مع كده مع الله برست ربي بالمعاصي. ده في سوره البقره الكلام، يعني كلام الله. برست ربي بالايه؟ بالمعاصي. فالانسان اهم شيء سريرته مع الله. طب معلش يا مولانا، ده خارج عن حلقتنا، بس حضرتك يعني لازم نتكلم فيها. اعمل ايه لو حسيت اني قلبي رايح للدنيا؟ ساعات ممكن غصب عني اعمل عمل بس قلبي رايح للدنيا. تمام مفيش مشاكل، مش خالص لله تاني. لا ما فيش حاجه اسمها مش خالص، هو كل عمل لابد ان يكون لله سبحانه وتعالى. يعني ينفع اجمع ما بين الاثنين؟ ممكن. في ايه المانع؟ ما انا باكل ليه؟ ما عشان اتقوى على الصلاه، خلاص كده عادي كده، اتقى العباده. يعني حضرتك تقصد انا باكل عشان اعيش، وكمان العباده وكل حاجه. اهون على نفسي. ليه بلبس جميل ليه؟ وربنا امرني بالجمال كده اهو، امرني بالصحبه الطيبه، امرني من الدنيا ولا تنسى نصيبك من الدنيا. بس قالوا احسن كما احسن الله اليك وابتغي الدار الاخره. يبقى مع الاثنين، ما ينفعش اخد حاجه واحده وامشي. ما ينفعش ان انا العيشه في الاخره لكن ما امنعش نفسي من الدنيا، وما ينفعش نعيش للدنيا فقط واسيب بس الاخره، يعني تمام كده. فدي مهمه جدا، اجمع بين الامرين لله، لكن ما فيش حاجه يعني ما فيش الدنيا ما تغيبش على الاخره نطاق، تمام كده. فناخد بالنا من الكلام ده، وفهمنا ان القبله هي قبله الانسان حيا وميتا. يعني قبله المسلم حي وميت، لما ينزل تحت لازم يتجه الى ايه؟ الى القبله، تمام ساعات كده. فناخد بالنا من الكلام ده. فخلاص ايه كلام. وحته ثانيه ناخدها من هنا بقى، تسليم سيدنا النبي لله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم خالص قبل تحويل القبله. تأدب مع مولانا جل جلاله، لانه كان عايز القبله المسجد الحرام. ايوه. لكن ما طلبهاش. نتعلم ايه من الدرس ده يا مولانا؟ شوف بقى الجمال بقى بتاع سيدنا، ان كل حاجه لابد ان نكون بختار ايه؟ مولانا جل جلاله، تمام كده. وهيجي الحته دي بسرعه كده. فناخد بالنا ان سيدنا ما طلبش الايه؟ هو بوجه بس كان بينظر اليها كده، لكن ما طلبهاش مباشره من مين؟ من مولانا سبحانه وتعالى. دل ذلك على ان اختيار القبله كانت من عند الله سبحانه وتعالى. صح. خلاص كده. قال له فلنولينك قبله ترضاها. بس عشان الحبيب. طبعا عشان خاطر الحبيب. ده حاجات تانية كتير قوي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس، سيد خلق الله على الاطلاق، سيدنا النبي. ويقيل كمان ان هو كان مشتاق لستنا خديجه، كان بيشتاق قوي لستنا خديجه. طبعا هو ده لو قلنا فيها الوفاء وصله الرحم حاجه كبيره جدا. وهي طبعا يعني اول من امنت به وصدقته وواسته بمالها، ويعني حاجات كبيره جدا لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ده كان يعني طبعا كده نعمه من نعم ربنا. كانت حاجه كده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى اصحابه كمان. يعني هو زي ما قال في الحديث ان ربنا وجد قلب سيدنا افضل القلوب فجعلوا افضل الناس، وكذلك صحابته افضل قلوب خلق الله فجعلهم وزراء لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فيعني حاجه جميله جدا. ده كل حاجه محتاجه بقى وقتها بالنسبه لكده. وكمان والستين خديجه لها بيت في قصر في الجنه، في قصر في الجنه بشرت بيه. الكلام ده هو خد بالك من الكلام ده. وابنها ده هو بيرضع من في الجنه. يعني حاجات جميله جدا بالنسبه للستين. والله الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا في كل حاجه، في كل الابواب. يعني بصراحه انا بحس كل مره بعمل فيها حلقه بتكلم فيها عن سيدنا النبي اني عايزه اعرفه اكتر. نعم. عايزه اعرف الحدث ده، اعيشه
يعني نعم. نفسي ان شاء الله ربنا يوعدنا ان احنا نشوف نعم. سيدنا النبي يا رب، نعم. نعيش الحدث ده نفسه يا مولانا. ولذلك هذه الليلة ليلة الشفاعة، ليلة الشفاعة. الشفاعة. سيدنا النبي عندي ليلة ال 13 وليلة ال 14 وليلة ال 15، مش كده ولا ايه؟ صح. فليلة الثالث عشر سيدنا النبي طلب الشفاعة للأمة، فربنا اداله التلت. في ليلة الرابع عشر طلب الشفاعة للأمة، اداله التلتين. في ليلة الخامس عشر اللي هي بتاعت إن شاء الله النهارده دي اللي الصباح بكره 15، اللي يحصل بقى؟ اداله الشفاعة للأمة كلها. الله يا رب. ولذلك الحديث يقول لك ايه؟ ما من أمة من الأمم إلا بعضها في الجنة وبعضها في النار إلا أمتي كلها في الجنة. الحمد لله. حديث سيدنا النبي. طبعا الحمد لله. إلا أمتي كلها فين؟ في الجنة. في الجنة. وحديث لله. آخر معروف مشهور عند الناس، كل أمتي في الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني الأمة كلها الوحيد. وذكر لما قال ولا سوف يعطيك ربك فترضى. قال وعزتك وجلالك لن أرضى واحد من أمتي في النار. طب الحمد يا لله. سلام يا سيدنا النبي. يا رب وعزتك وجلالك لن أرضى واحد من أمتي في النار. يبقى نعمل إيه مع سيدنا النبي؟ والله نحبه، مش كده ولا إيه؟ بس نحبه أكتر من روحنا. ولذلك اداله شهر الوحي اسمه شهر شعبان. أنزل فيه قول الله سبحانه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. العبادة الوحيدة التي فعلها الله بعد أن أمر وفعل. إنما في الصلاة والصوم والزكاة لا أمر للناس، لكن في الصلاة على سيدنا النبي فعلها مولانا جل جلاله. شوفوا البال بقى ساعات بقى فعلها وأمر بها بفعلها. وكمان بيصلي على الأمة، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. شوفوا الأمة الوحيدة، الأمة الوحيدة اللي يصلي عليها مولانا جل جلاله أمة سيدنا النبي. يصلي يعني إيه؟ يديها رحمات. تصلي على سيدنا النبي يديك 10 رحمات، لا 10 حسنات، ويبعد عنك 10 خطيئات، مش كده؟ ويرفع عليك 10 درجات. الدرجة ما بين السماء والإيه؟ والأرض. ما شاء الله. الدرجة الواحدة ما بين السماء والإيه؟ والأرض. ده الدرجة الواحدة. فبيقول لك ساعتها أصلي على سيدنا النبي في هذا المكان بقى. وكمان تحل لك الشفاعة. ضمنت الشفاعة لو صليت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ضمنت الإيه؟ قال لك لما تأذن مؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. وبعدين نقول ايه بقى؟ اللهم يا رب هذه الدعوه التامه والصدقه مئات ايه؟ قال لك بسوي ايه الوسيله، فانا العبد ايه؟ لا ارجون انا فمن صلى عليه حلت له الشفاعه. طيب هسألك سؤال تاني يا مولانا بعد الشفاعة بتاعت سيدنا النبي كده، يا رب تكون لينا كلنا. اتفضل. دلوقتي بعد ما الصلاة خلصت الصحابة سألوا النبي قالوا له ايه؟ لازم يكون في سؤال. هنا هو لسه راجع. هو هنا ما كانش فيه سؤال من المباشر بين الصحابه لسيدنا النبي. الحكايه ايه؟ هم عارفين الوضع ايه بالنسبه لكن وبرده كان في المسجد في اللي هو في قباء هناك اللي حصل فيه برده كان دخل واحد وقال لهم كده ده انا صليت على سيدنا النبي دور، وكان تحويل القبله الى المسجد الحرام وصلوا. وهذا كلام مهم في الصلاه برده عملوا نفس الحركه هي يعني تحولوا الى المسجد الحرام. ليه زي ما انت قلت كده سمعنا واطعنا خلاص وبشهاده واحد شهاده حق يعني الكلام ده كله. فانا اخد بالي من الحته ديت ان زي ما قلت سيادتك كده ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب وربنا اداله خلاص كده. وخد بالك كل حاجه بامر من الله، كل حاجه بامر الله. يعني انا اعرف ان كده ان القران ده كلام الله. منين بقى؟ من ان التشريع اللي فيه ده اهو تشريع رباني. اللي دل على كده ان سيدنا كان كم سيدنا مثلا كان جاب البراءه لستنا عائشه في لحظه، انما ده استنى شهر. لا وقعه قويه لغايه ما نزل الامر الاله بقى ببرتها. صح. حتى لما سالوه برضك عن اهل الكهف وذكر منين استنى ما جاوبش لغايه ما نزل الامر من الله سبحانه، الحكم من الله سبحانه وتعالى. القصه واضحه. فاذا ناخد بالنا من الكلام ده ان كل هذه الاحداث كلها منين؟ اللي هي من عند الله سبحانه وتعالى. ناخد بالنا من الحته دي كلها كده ونفهم ان ده فعلا ليله مباركه، ليله مباركه بكل شيء، ليله يستجاب فيها الدعاء، يستجاب فيها الدعاء. وكان زي الائمه امتنا رحمه الله عليهم زمان كان لازم بعد اذان المغرب يصلي المغرب ونقعد في المسجد ويقول درس، وبعد درس يقعد يدعي الله سبحانه وتعالى الى العشاء. شوف بالك كده ده الائمه كده بيعملوا كده. يا ريت ده يتم حاليا كده الكلام ده عشان ما حدش يقول ده مش موجود. لا لان سيدنا مش قال لك ايه؟ لا يرد فيها الدعاء. سيدنا مش شاف رضا الله لا يرد فيها الدعاء. طيب عايز احكي سؤال تاني يا مولانا. دلوقتي ايه يعني الحكمه اللي ربنا عايز يعلمها لنا ان تحويل الابره يجي في الصلاه؟ كان ممكن سيدنا النبي يجي له مش كلام في الصلاه. جميل. ليه في الصلاه؟ ايه الحكمه؟ لان الصلاه فرضت بغير وحي، يعني ما نزلش جبريل بيها، لا ده فرضت في السماء في فوق. السماء في الاسراء والمعراج. تمام كده خلاص كده فهمنا الكلام ده. وقبله الدعاء السماء ماشي كده. والقبله بتاعتنا اصلا دهيت بردك تشريع من ربنا. فلنولينك قبله ترضاها، والصلاه متعلقه بالكعبه.
يعني حاجه عايز تقولي وصلحي طبعا لو انا مش فاهمه صح، ان الصلاه كلها سماويه؟ طب ما شك، مش ربنا قال كده؟ يعني انا بصلي هو في هي الارض فرضت، هي فرضت فين؟ في السماء، خلاص. ونزل الامر تحويل القبله في الصلاه. ايوه تمام. وفي الصلاه كان بقى، كان في الوقت ده ايه؟ فلننقل قبلتنا ايه؟ ترضاها. بالظبط. تمام الكلام ده. في الحاله اللي زي دي بقى نفهم بقى ايه؟ ان التعلق بين الصلاه والكعبه، لان هي الفرض الوحيد او العباده الوحيده المتعلقه بالكعبه، بالقبله. القبله. امم. تمام كده. يعني لازم شرط ان انا اتجه للقبله. صح. تمام كده. ما اتجهتش خلاص ما ما تبطل الصلاه. اه. تمام. فلا بد ان في تعلق بالكعبه. تمام كده. دي مهم جدا بالنسبه لايه؟ للصلاه في الوقت ده، التعلق بالايه؟ بالكعبه. بالكعبه، وانها فرضت ايضا بتشريع الهي. كذلك الصلاه من 50 ل5. اه برضو سمعت يا مولانا ان احنا بنصلي 5 بس ربنا بيحسبها لنا 50. 50 ده من رحمته وكرمه على الامه الاسلاميه. رحمه، عشان كل ما نصلي فرض ويبقى ال50 كمان اخر النهار تاخد 50. 50 في الاجر والثواب. طب هم. نعمل ايه بقى عشان ناخد ال50؟ والمسجد الحرام حاجه تانية. ايه بقى؟ المسجد الحرام 100,000 فرض، 100,000 ساعه. اه دي يعني ده يعني لو تحسبها كده هتلاقي 55 سنه. الفرض الواحد يعادل 55 سنه. ده في المسجد الحرام. ايوه. يعني انا صليت الظهر في المسجد الحرام، اه خدت 55 سنه ظهر. صليت العصر في المسجد الحرام، خدت 55 سنه في المسجد الحرام. هاخد 55 سنة وانا بوعي وانا من غير وعي، يعني وانا عارفة كده وانا يعني ايوه خلاص. مكتوب لي ايوه مكتوب حتى لي. لو ممكن الجمهور النهارده يكون بيسمع هذا الكلام، ما في اللي ممكن بيسمع لاول يكون حد مره. مش عارف. لا يسمع بقى، عشان القلب يتعلق اكتر امم. ويروح هناك اكتر ويحافظ يا على رب الصلاه هناك يرزقنا، اكتر. يا رب شوف يرزقنا. ده مش ده شوف ده الفضل يعني. شوف خد بالك، وكل حاجه مضاعفه في المسجد الحرام من حسنات ومن قراءة سيئات. قرآن، ومن سيئات برضك. يعني نخلي يعني بالنا ان احنا في ارض ومن طاهرة. يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. خلاص دي حاجة مفهومة. لا ينفع فيه لا مسجد حرام أصلا، لا ينفع فيه لا قتل ولا سرقة ولا لا، عشان نقول للناس الكلام ده اللي بيعملوا هذه الأمور. يبقى ناخد بالنا من الأمور دي كلها. فأنا النهارده فهمت أهو إن الكعبة حتى لها وزنها ولها وضعها. طبعا. مش كده ولا طبعا. إيه؟ طبعا. شوف لا الجمال. ده. ده جمال كده في الحتة دي كلها. فأنا النهارده فهمت إن ده كله تشريف وتعظيم للقبلة، قبلة الإسلام والمسلمين. تمام. فانا وكمان ما تنسيش ان الكعبه ديت اللي هي القبله ديت كلها الانبياء راحوا فيها، وسيدنا النبي طبعا حج فيها، وما الى ذلك من الامور دي كلها واماكن. والحاجه الثانيه ناخدها من الليله المباركه زي ما قلنا، ليله تكفير الذنوب، وليله العتق من النيران، وليله الشفاعه، وليله عيد الملائكه. مش كده دي ولا ايه؟ انا اول مرة اه اعرف ان هي عيد عيد الملائكة. الملائكه. لا زي امم. ما قلنا كده. وليله يستجاب فيها الدعاء زي ما قلنا ساعتها كده. ليله يستجاب فيها ايه؟ الدعاء. والدعاء سلاح المؤمن. ما هو احنا سلاح. يعني هسأل حضرتك ان شاء الله، بس بعد الفاصل نعمل ايه؟ بس خلينا دلوقتي قبل ما الفقرة بتاعتنا الاولى تخلص، ايه الحدث اللي حضرتك ممكن تقوله لنا كان قوي قوي بعد تحويل القبلة من الصحابة، من اي حد كان مع سيدنا النبي؟ بالنسبه لسمعنا وأطعنا، التشريع كله سمعنا وأطعنا. يعني لما كان الأب بيشربوا الخمره، ها، فلما نزل امر الهي الكل امتنع عن الخمره فجاه. مم. خلاص وقع على طول امر يعمل. ما فيش حاجه اسمها ازاي وانا ومش قادر بتاع. لا انت، هل انتم منتهون؟ انتهينا يا رب. ادي امر، وناخد بالنا من الكلام ده كله. حتى في الزواج لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة والسلام. يبعت واحد، يعني زي ما كان في الروايه جليبيب اللي هو كان شكله معروف ان هو كان شكله اسمر وشفته مش عارف ايه، وبعته عشان يتزوج واحده كانت جميله. تمام كده. فلما طبعا ابوها وامها ما رضيوش بيه، فقالت امر رسول الله فاطيع رسول الله وكان الخير. وكان الخير. فلا بد من كلمه سمعنا وأطعنا موسى. وما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقولوا ايه؟ سمعنا واطعنا. ليه؟ لان مين الامر؟ الله. صح. وربنا لا يريد الا الخير. ربنا لا يريد هو الا الخير. مش هنعرف ان ده خير لينا غير قال لما نعرف ايوه. ازاي نسمع الكلام. ايوه تمام. نفذنا خلاص. نبتدي يعني حاجه زي ما يقول ايه، من عرف من ذاق من عرف. عرف. نعم. تمام. لازم الاول اتعلم ازاي اسمع الكلام، ايوه. وبعديها اشوف النتيجه. لكن انا ساعات استنى النتيجه من غير ما اسمع الكلام. ما هو ده اسمه استعجال. امم. اسمه الايه؟ الاستعجال. لانه شايف الدنيا بس عايز بسرعه النتيجه. عايز الايه؟ النتيجه مش تيجي الا بامر من الله. لا شوف بس، لن ينال ما عند الله الا بطاعته. صح، عندك حق. اعزائي المشاهدين، ان شاء الله فاصل ونواصل، استنونا، وكل سنه وانتم طيبين. رجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين مع فضيله الشيخ سيد توفيق من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك مره تانية. احنا بقى دلوقتي عايزين نعرف هنعمل ايه.
النهارده ليله شهر نص من شعبان، وليله زي ما حضرتك ذكرت لنا ليله مهمه جدا. فحضرتك خدنا كده واحده واحده كأن احنا لسه ايه بنتعلم من اول وجديد. نعمل ايه بعد الصلاه على طول، صلاه الايه المغرب؟ تمام سعادتك. اولا استشعر كل ما ذكر من انها زي ما قلنا ليله عيد الملائكه، وليله استجابه الدعاء فيها، وليله تكفير الذنوب. يعني احرك وجداني. لازم ده استشعره. وليله زي ما قلت ساعات بيستجيبها مولانا. ايه الفرق بين الليله دي وباقي الليالي كلها؟ ايوه. ان باقي الليالي مولانا ينزل في الثلث الاخير من الليل. انما الليله دي بينزل من وقت المغرب. ده شيء جلل. حاجه تانية. يعني ايه ايه الفرق بقى؟ ان الليله دي انت لازم المغرب جدا مولانا سبحانه وتعالى اطلع على عبادي. خلاص. انما باقي الليالي كلها من امتى بقى؟ من الثلث الاخير من الليل. ايوه صح. فاشوف الجمال كله بقى. يعني يكون معانا 7 ساعات 8 ساعات مولانا بيقول يعني هل من مستغفر فغفرنا له، هل من مسترزق فارزقه، هل من مبتلى فعافيه، هلا كذا هلا كذا الى ان يطلع الفجر. يعني حضرتك عارف انا هعمل ايه ان شاء الله باذن الله؟ انا هاخد ميعاد مع ربي. نعم بلا شك. مقابله. مقابله. يعني هنوي النيه دي. وزي ما الواحد بيعمل حاجه اسمها يوم مفتوح لحته معينه، لا انا هعمل ليله مفتوحه كده مع ربي. مع ربي. هصلي وعيط وهطلب. لابد من التوبه. اول حاجه التوبه. عشان اسمها التوبه الصادقه. التوبه الايه؟ الصادقه. لان احنا لو احنا شفنا اعمالنا مع السلف الصالح لا شيء. والله يا مولانا جسمي اشعر. لا شيء. يعني انا ما اسمع مثلا ان كان سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه راح، كان في ناس قالوا احنا عايزين الجاريه اللي عندك، فاداهم الجاريه اللي عندك. ايه اللي حصل؟ فقامت الساعه 1 بالليل او 2 كده بتقول لهم الصلاه. فقالوا يعني حضر الفجر. هو جه الفجر. قالت هو انتوا لا تصلون الا المكتوبه؟ لا تصلون الا المكتوبه. فراحت لسيدنا الحسن ردني تاني انك بعتني الى ناس سوء لا يصلون الا المكتوبه. بس فاحنا النهارده ناخد بالنا من الكلام ده. لابد ان احنا ناخد بالنا ان احنا نبقى ليله التوبه فيها توبه اسمها توبه الايه؟ الصادقه. نشوف كل واحد عمل ذنب في حاجه يروح يخلص الذنب. ما يكشفش من ربه. ما يكشفش ولا يعني حاجه. ما يكشفش مع والله ما عارفه اتكلم يا مولانا. خلاص انا استشعرت الليله. يعني قراءه قران بعد التوبه، قراءه قران جماعه او فرادى في المسجد او في البيت، يعني مع العيله يعني. ده ما يجيش حاجه. لا، في المسجد او في البيت. اصلي جماعه في المسجد. هو العشاء معروفه انها بتاخد نص الليله، والفجر يقيم الليل كله معاك كده، بقى الليله كلها كامله معاك. فما بالك لما يكون في النصف من شعبان بقى معايا الليل كله قيام، والليل كله. ولو صليت جماعه في المسجد بعد العشاء حتى مع الناس زي التراويح في رمضان كده مفيش مشاكل فيه. ده جميل. كل يوم مفيش مشاكل فيه. بس ما اعملش حاجه مخالفه. يعني ما اجيش اقول نصلي القيام بركعه فيها 100 مره كل والله. في بسمع كتير على الانترنت الحاجات دي بلاش منها. انما اصلي قيام مع الناس. يعني نحاول النهارده ما نسمعش شويه الحاجات اللي على الانترنت. نرجع تاني لاصولنا. والسنه والقران والسنه. هو ده حاجه قلتها ساعتها، ان انا في عندي حاجه اسمها الازهر، في حاجه اسمها المشايخ والعلماء. ارجع تاني اسال في دار الافتاء، في لجنه فتوى، في اسال انا اعمل ايه في الليله دي، او في كذا كذا، او اكتب واقول اللي عندي. طب حضرتك معانا اهو. تحت مساء الله. قول لنا بقى نعمل ايه. فانا وسيتكم اول حاجه التوبه. اول حاجه التوبه الصادقه. خلاص خليكم بالكم. اول حاجه التوبه صادقه. بس التوبه انا اكون مثلا في مظالم بره انا قاعد اقول تبت الى الله وخلاص. لا، ارد المظالم الاهليه. يعني في حاجه اسمها بر الوالدين. اجري بسرعه اصالح ابويا وامي، اتصل بمامتي وبابايا في التليفون واسلم عليهم. سلم عليهم. سامحني يا ابا، سامحني يا امي، سامحيني يا امي. الكلام ده كله ان شاء الله. ادعي لي يا امي، ادعي لي يا ابي. الكلام ده كله احنا. طب افرض مثلا حد مش قادر يقول لامه وابوه سامحني. مين غير كده؟ مين اللي ما يقدرش يقول لامه وابوه كده؟ ما يقدرش. يعني انت عارفه سعادتك اللي يبر امه وابوه ده ايه؟ واحد بيقول لي سيدنا النبي انا بحب الجهاد في سبيل الله، بس مش قادر، ما عنديش القوه. ايوه. ان انا اجاهد. قال لك ابوين؟ قال ففيهما فجاهد، فإن فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد في سبيل الله. خلاص يا خبر أبيض. يعني كأنه براءة. حج، كأنه حج براءة، وكأنه عمل عمرة براءة. وخد بالك بقى، وكأنه بيجاهد في سبيل الله. ده مع مين بقى؟ يبوس دماغ أمه وإيد أبوه. إيديهم ورجليهم. ده يا ستي لا، إلا دول دول الجنة. بس في ساعات يا مولانا، بس دلوقتي اديت لهم يعني يشدوا حيلهم كده ويروحوا يصالحوا الابوين على طول. طيب. واللي مخاصم اخوه واللي مخاصم اخته، الكلام ده كله. لان لابد ان انا ابر اخي وابر امي. ابر اخي الكبير كابي، وابر اختي الكبيره كامي.
يعني زي ما بيقول امي، يعني خد بالك يعني افرض واحد يقول لك دلوقتي امي ماتت، بر ايوه اختي بس الكبيره اختي الكبيره اللي هي موجوده مكان مين؟ مكان مكان امي. امي. طب ابويا مات، ابر اخويا الكبير مكان ابويا. ابي. خد بالك؟ صح. بس لا ننسى ان احنا ندعو للوالدين برضه، لان دعاء الوالدين لا ينقطع. الدعاء عامه لا ينقطع في الدنيا والاخره. يعني حضرتك تقولي حتى بعد ما والدي ينتقلوا اه بيدعوا لي؟ ايوه ايوه، لان تعرض الاعمال على الوالدين. لا جديده دي يا اه مولانا. تعرض الاعمال على الوالدين في القبر، فان كان خيرا حمد الله، وان كان غير ذلك يقول الاب والام ليه؟ اللهم لا تمته حتى تهديه كما هديتنا. اللهم لا تمته حتى تهديه كما هديتنا. لا يعني ده احنا نبوس ايديهم ورجليهم وهم بلا شك عايشين بلا شك وهم منتقلين، يعني حتى ندعي لهم. حتى ما هو لسه خد بالك انت، ولذلك ما فيش اب وام بيحزنوا يعني بيبغضوا لا العيال. ما ما حدش، فيش الكلام ما ده. القلب يعني ما. حتى لو حصل في الدنيا فعلا. مشاكل ما فيش الكلام ده في الاخر يعني، لان الام هي الام لا والاب هو الاب. وحتى الام، يعني انا هكلم حضرتك عشان انا ام، حتى الام وانا زعلان من ولادي ما ما فيش الكلام بزعلش. ده. لا ولذلك قلبي ما هو يزعلش. وذلك خد بالك هو رب سيدنا قال كده: الا تدعوا على ابنائكم ولا اولاد خدمكم ولا كده. ليه بقى؟ لا لله ساعات اجابه. صح. فما يجيش واحد بقى في الليل بقى يجيش ام تدعي على على ابنها بقى خلاص ممنوع يبقى بقى. اول حاجه اه التوبه، تاني حاجه قراءة القرآن وبر الوالدين وبر الوالدين. وصلة الأرحام. ثواني ما يا مولانا بس، واحده واحده عشان حاضر نتعلم. حاضر. اول حاجه أيوه التوبه، تاني حاجه بر الوالدين، لا أساس. تالت حاجه قراءه القران، أيوه وصلة الأرحام. وصله الارحام. ادي كده كده احنا اربعه. أربعة. ده لازم يكونوا قبل الأذان بتاع المغرب، عشان أنا أكون أستشعر إن أنا هدخل بقى أقابل بقى ربنا بقى وهدعي له يعني نلحق. بلا شك من دلوقتي. وبعدين ما استناش انا ما استناش لما الليله تيجي، يعني انا المفروض الحاجات دي مستمره على طول. يعني حتى في الحديث يقول لك: وان ظلماك. يعني بس اللي ملحقش برضو عنده ساعه ساعتين يلحق فيها. ما هو لسه بالتليفون. صح. يعني لازم طيب بعد بقى الاذان، يعني احنا كده دلوقتي قبل الاذان، بعد الاذان نعمل ايه بقى يا مولانا؟ التفرغ الكامل. اه خلاص بقى. اجيب بقى سبحتي الله كده بخلصها واتعطر والبس واقعد واجيب طيب سجادة طيب الصلاة نفسي كده وقرآني والصلاة واشوف لي بقى مكان. بلا شك محرم في البيت بالنسبه للمراه، ولو معاها اولادها تصلي بيهم، هو يصلي ابنها يصلي بيها يا جماعه في البيت ماشي. حلو. تجمعوا طبعا. على مائده كده تقراوا ايوه القران، تختموا القران. يلا نتعلم. لو انا مثلا فرض ان احنا 6 انفار مثلا 6 اولاد مثلا، وعندي 4 اولاد والاب والام، ما يختموا القران في الليله ديت. يعني ما فيهاش مشاكل، كل واحد حلو ياخد له فكرة. كام كده جميله ايوه. كده. طب ما انا مش قادر خالص بايات قليله من القران، الكلام ده. طب ما انا مش حافظ الا هي القصار صور، ما انا اقولها برضه واستمر عليهم. لان كان ابن تيميه رحمه الله كان بعد ما يصلي الفجر لغايه ما تطلع شروق الشمس وهو معلق على الفاتحه بس. بس بس ما هو الفاتحة فيها اسرار كتير. فاتح بس، عشان ما يجيش يقول لي ازاي مش لا هو فاتح، يرجع ويشوف ايوه. في اقتضاء الصراط المستقيم. هتجد ان هو كان دايما يبدا اذان الفجر، بعد ما يصلي صلاه الفجر قاعد يكرر فين؟ يكرر فين؟ في الفاتحة. في الفاتحه بس. ويا حي يا قيوم برحمتك يا حي استغيث. يا قيوم. كده الكلام اللي هو الدعاء البسيط الخفيف. الحلو ده، خفيف ده جميل ده. بالظبط. رب ارحمني، رب ارزقني، رب اهدني، رب عافني، ابعد عني الشيطان، ابعد عني شياطين الانس والجن، الكلام ده كله، ابعد عن اولادي وادعي لاولاده يعني. يبقى الحاجات دي كلها مهمه جدا يعني. الدعاء بقى ما اغفلش بقى، ما احنا دلوقتي ربنا موجود معايا لغاية الفجر. ايوه لغايه اذان ايه؟ الفجر. ما هو برضك حتى في الصلاه بيقبل مولانا سبحانه وتعالى عبده في الصلاه، فعشان كده قالك ما الواحد ما التفتش لا يمين ولا شمال. يعني ممكن مثلا ساعتين اريح شويه وبعدين ساعتين واريح تمام شويه تمام وساعتين واريح شويه. ايوه تمام كده. بس انا حتى في النوم بيحتسبك ايه؟ كقائمه. يعني النوم واحد غلب النوم، ايوه لكن اجره محسوب عند الله. اظبط المنبه قبل الفجر بساعه كده، اقوم اصلي برضو وادعي ويبقى في خلوه بقى بيني وبين ربنا قبل الفجر بساعه بلا بقى. شك. بلا شك. دي خلوه جميله قوي يا مولانا قبل الفجر بساعه. قول لنا اسرارها. طبعا خد بالك ده الوقت ده يستجاب في الدعاء برضه. ليه بقى؟ لان احنا عارفين سيدنا سيدنا يعقوب عليه السلام لما اولاده طلبوا منه المغفره قال لهم سوف استغفر لكم ربي. فجه في الوقت ده يوم الجمعه، الوقت ده يوم الجمعه اللي هو قبل الفجر بساعه، ودعا للاستغفار لمين؟ اولاد. اما سيدنا يوسف غفر لهم من غير ما من غير وقت يعني، رغم ان كانت المشكله كانت معاه هو، لكن كان جميل سيدنا يوسف عليه السلام، عفى وغفر بسرعه كده. كان يعني حاجه جميله جدا. جمال. بالظبط. جمال. ولذلك خدي بالك حتى من جماله قطعوا ايديهم. في الواقع. في الواقع ده من جمال بشر فعلا في الواقع. امال سيدنا النبي بقى، جمال سيدنا النبي ولا جمال مولانا جل جلاله في الاخره. لا اله الا الله، لا اله الا الله.
جمال مولانا يا جل رب جلاله في الاخره. يرزقنا بنور وجهه ده الكريم. يروحوا يشوفوه ويرجعوا يقول لك ايه الجمال اللي انت كنت فيه ده اهو. فاحنا النهارده ارجو يعني ان احنا ناخد بالنا من الساعات الجميله دي، واحنا لازم يكون عندنا تواصل باستمرار مع الله سبحانه وتعالى. عملت بقى تبت الى الله، ما ارجعش بقى المعصيه تاني يوم. خلي بالي بقى. اه، لا ما هو هنا بقى اسمها لازم. توبه الكذابين. لا نخلي بالنا بقى، اسمها توبه النقطة دي الايه؟ مهمة قوي. الكذابين. اللي هي بقى ان هو كان تاب الى الله وبنيه خلاص، وبعدين رجع حاجه تانية، ما يقولش انا مش قادر، لا، بقى عنده قدره على ان يتوب بالفعل. والله يا مولانا انا في اللحظة دي بكلم ربنا بقول له اني نفسي غلباني وانا نعم. مش قادرة عليها، نعم. فاستحلفك بالله يا نفس ان تهدئي. نعم. وبطلب من ربنا ان هو اللي ياخد بايدي، لان ساعات غصب عني، ما انا نعم. برضو بشر، نعم. ممكن اتوب وارجع اعمل نفس ان تاب العملة. وعاد غصب عنه ده له رب، قالك علم ان له ربا يغفر الذنوب فغفرت له. ان كان غصب عنه، لكن ما كنش قاصد. لا ما انا هتوب وهبقى قصدي ازاي يعني؟ في ناس كده سعادتك، في ناس تقول لك يعني ايه، استغفر عن مثلا ان انا بكذب وتاني يوم اكذب قصد. اذا كان اخوه يوسف عملوا كده، قالوا اقتلوه بعد كده يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا بعد قوما صالحين. يعني اقتلوه الاول مم. وانتم تكونوا قوما صالحين. فما ينفعش الكلام ان انا النهارده بيجيب اجنده كده ولا ورقه يكتب بكره هعمل كذا، انا هعمل كذا في المحاكم مع فلان، انا هاخد فلوس في كذا كذا. النهارده قطع الميراث واخد اموال الناس بالباطل. طب مش ده لما يتوب يروح يدي كل الناس حقها؟ ولا هو ساكت على الحاجات دي كلها ويقول تبت الى الله؟ اه صح، لا عندك يعني حق. فاهم كده؟ يعني انا اختي مثلا ما خدتش حقها، او ان موقفه انا مراسها، واجي اقول تبت الى الله؟ لا ما ينفعش. مش كده ولا بس ايه؟ لازم يكون الاول عندي درايه ايوه، ان انا واكل حق اختي. لازم بلا شك. ما هو يكون خلي بال عنده. حضرتك، انا اه، ممكن مثلا ابقى عامله حاجات كتير، انا مش بتكلم عني، انا بتكلم فاهم يعني فاهم عن فاهم عليك، كمثال فاهم يعني. فاهم فاهم. عامله حاجات كتير غلط وانا مش واخده بالي. نعم. وبعدين تيجي ليله نص من شعبان اصلي وابقى صايمه وافطر وازكي واعمل كله، بس انا ايوه، مش واخده بالي. مش واخد بالك دي غفله ما بقى. انا قلت دي غفله مقفوله، تعدي ويقبلها ربنا يا تعدي. تعدي يعديها. ما هو يعني انا عامله ذنب ومش واخده بس بالي وتعدي. انت قلت مش واخد بالك، مش واخد بالي ان ده ذنب. في فرق بقى بين مش واخد بالي وبين وعامل نفسي مش الاصل. واخد بالي. اه. امم. ولذلك خد بالك الدعاء في الوقت ده زي ما قلت سلاح المؤمن، خلاص كده. صح ده عندك حق. حتى اللي في النار هيدعوا ربنا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ايه، ادعوا ربكم يخف عنا يوما، ادعوا ربكم يخف عنا يوما. يعني الدعاء موجود حتى في النار. فنشوف قال لك دي حته جميله دي بقى بتاع سيدنا. واحد جه لسيدنا قال له ايه؟ قال له يا رسول الله، الايمان ها هنا مهم. والنفاق ها هنا. انا النفاق هنا في القلب. قال له انا يعني منافق، باجي بالك بصراحه كده. اه هو بيعترف لسيدنا النبي. انا الايمان هي بلساني، امم. بقول لا اله الا الله محمد رسول الله لكن هنا مش. مقفول. فهل ايه بقى سنه ده؟ هل يسيبه؟ لا. وضع يده على صدره راح كل وقال النفاق. اللهم طهر قلبه من النفاق. مش كده؟ ايه اللي حصل بقى؟ قال فابدل الله هذا النفاق ايمانا وحكمه. طيب ده سيدنا الامام النبي ايه؟ مش معانا راح قال ايه دلوقتي، بقى؟ راح قال له بقى، نعمل ايه ما بقى؟ انا هو لسه راح اه. قال له بعدها بقى، قال له يا رسول الله انا اعرف ناس كده اه. منافقين، اه. انا كنت الزعيم بتاعهم. اه ده هو زعيم العصابة. انا كنت الزعيم بتاعهم، انا عارف اجيبهم لك هنا تعمل معاهم زي ما عملت معايا، تحط ايدك كده وتدعي لهم يعني. فسيدنا النبي قال له ايه بقى؟ قال من جاءنا استغفرنا له ولا تهتك على الناس سترا. سيبهم، اه سيبهم. ما تقوليش فلان وما تقوليش علان. عشان النهارده بقول الكلام ده ليه بقى؟ لان كل واحد لا يرى ذنوبه هو، يرى ذنوب يرى ذنوب الآخرين. الاخرين. ايوه. مش عايز يشوف مصيبته هو ايوه ومعصيته هو، صح. ولكن يبص لغيره ويقول ايه وايه وايه. صح. لا، انت بتتفرغ لله فطهر قلبك من النفاق والرياء. من النفاق والايه والرياء والحقد والحسد والكراهيه. كل الحاجات دي عشان ما تمنعش، ده كله هيمنع المغفره. طب يا مولانا خلينا مثلا نقول للسادة المشاهدين يبتدوا مثلا ايه، يدور على ذنب واحد يقدر يعترف بيه لنفسه وما يكرروش. تمام. يعني ايه، انا لما اقعد قدام ربنا بكل ذنوبي هتكسف قوي أيوة. وهخجل جدا، ولذلك وانا عارفه طبعا رحمه ربنا تقدر تبدل لي كل ده الذنوب دي ده ده, ده وفي بحسنات. الاخر كده، في الاخر كده مولانا يقربوا كده الى ان يكون في كنف. خلي بالك، يقول له عبدي اتذكر كذا وكذا. يا الواحد ده يعني بينه وبينه، بصراحه، ده مش عارفه اليوم ده بصراحه هيبقى ده الواحد. بينه وبينه. اه. اذكر اذكر اذكر.
سترتها لك في الدنيا يا رب استرها علينا وانا يا رب. استرك في الاخره. رحمة انا ربنا سترتها واسعة. لو كنت عايز افضحك كان صح. كنت عملتها لك، لكن طالما انا جبتك هنا وسترتك يبقى جبتك هدخلك الايه؟ الجنه. فناخد بالنا احنا النهارده نعمل بقى ايه؟ الصدقه. أيوة. يعني في الليله دي بقى وانت جايه كده ان شاء الله تعملي حاجه اسمها قدمه كده صدقه عشان داخل قبل مين؟ مولانا. يبقى تصدق، لا ولو بشرب. والاطعام. الاطعام الصدقه، الاكل والشرب. ولو كوبايه ميه. ما هو قال لك في النار، واحد دخل النار فشاف اخوه في الجنه، شاف واحد صاحبه في الجنه يعني، قال له يا فلان انا الذي سقيتك شربة ماء اتذكرني؟ انا اللي سقيتك شربة ميه في الدنيا اتذكرني؟ قال له ايوه. قال له طب اشفع لي بها عند رب. فقال يا رب عبدك هذا سقاني شربة ماء نقطة الظمأ، يا رب اشفع له ادخل الجنه. فقال له خذ بيدك اخيك وادخل الجنه بشربة ماء. بشربة ماء. انا النهارده اتصدق، ده نرمي فلوس عشان تحميني من نار جهنم وهتدخلني الجنه ودرجات في الجنه، صدقات للنهار، مظله تحميني من حر الشمس في الاخره، وتعمل لي ساتر وحاجب من النار. الصدقات. اشوف واحد مريض اديله، اشوف واحد على معاش وتعبان ومش عارف ياكل عياله اديله، اشوف كده، اشوف المستشفى او عمليات اديله، يتامى اديهم. امال ايه؟ عشان هقابل ربنا اقول له يا رب انا عملت اهو. امال انا داخل اقول له هات بس؟ لا طبعا لا. انا داخل اقول هات بس يعني؟ لا داخل اقول لا مش هات بس، لا. بس ساعات غصب عني ممكن اخش اقول هات بس. طبعا في الله. ونعم بالله. طب يا مولانا دلوقتي احنا عايزين نتعلم، خلاص احنا في نص شعبان جري خلاص ورجب جري وداخلين بقى على رمضان. نعم. اللي يلحق بقى اللي فاتوا ان احنا نعمل اعمال ال 15 يوم دول عشان نجهز لرمضان. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. لا فسر لي يا مولانا. وسارعوا قال لك في العاب الاخره الواحد يسرع. وسارعوا الى مغفرة ايه؟ عرضها السماوات والايه؟ والارض. فالجنه عرضها السماوات والارض. امال النار فين؟ ما مش موجوده للمؤمن. طب نسارع نعمل ايه؟ نفس اللي انا قلت لسيادتك عليهم. هو صدقات، قراءة القرآن، صيام، توبة، صلة أرحام. طب خلينا كل الحاجات دي في ال 15 يوم دول. خلينا نقسم اليوم بعد ليله نص شعبان. خلاص احنا ليله نص من شعبان عرفنا هنعمل ايه. تمام. نقسم بقى اليوم استعداد لرمضان. كل واحد يصحى من النوم يشرب الحاجه بتاعته او صايم يجري على شغله، واليوم يعدي يروح يتغدى يا دوبك بيصلي الفروض الخمسه، لو هيقرا قران يقرا نص صفحه ويرجع ينام. في ناس كتير بتعمل كده يا مولانا. تمام. نقول لهم ايه بقى؟ اولا اللي يصحى من النوم ده يفكر في رب الاول. يعني يصلي الفجر الاول او يصلي الايه الصبح اذا فاته الفجر يعني، ويصلي الضحى معاه، وبعد كده يذكر اذكار الصباح. تمام كده. ويقوم واخد بعضه وينظر في المصحف، لانه ينظر في المصحف عباده. يدي نفسه قبل ما يجري جري على الشغل ربع ساعه. يعني انا مثلا لو بصحى الساعه 8 اصحى 7:30 والنص ساعه دي اوهبها لربنا بس. ده كل يوم. ايوه عشان افتح يومي. لا انا بكلم الناس اللي هي ما لحقتش تعمل كده. ما انا بقول لسه تعمل بقى من جاي بقى. من اللي جاي. مش عارف دلوقتي اهو. اعمل اقوم الصبح انا من النوم زي ما بفكر انا ان عندي افطار وعندي دي امور دنيا تاخد على الاجر. المرأة في بيتها مجاهدة في سبيل الله. والله انا بحس ان انا مبسوطه ان ربنا خلقني ست. انت فاهم كده؟ صدقني والله مجاهده في كتر ما بعرف اسرار بتاخد كل يوم اجر المجاهد في سبيل الله. يعني انا بحس ربنا بيحبنا ومكرمنا. ده اجر المجاهد في سبيل الله. خد بالك بقى، واداها ثواب في العباده زي الراجل. وده حقوق كتيره جدا. دي عايزه بقى حلقه ثانيه يعني ان شاء الله. لا يعني. بقى يعني انا كل مره اعرف قد ايه ربنا كرمنا كأنثى. تكريم ما بعد تكريم. بصراحه يعني تكريم ما بعد تكريم. هيبقى في حلقه ان شاء الله هذا الموضوع يعني ان شاء الله. بالنسبه بس وهي بقى بتطبخ لاولادها في رمضان تعرف اجر المجاهد. فتطبخ بنفس راضيه. وتعمل الحاجه اللي بيحبها زوجها واللي بيحبها الاولاد واللي بتحبها هي كمان. بتحبها هي. خليني انا مثلا بحب شيء وهي ما بتحبش الشيء ده اهو، تعمل الاثنين. تعمل حاجه بسيطه، تعمل الصنفين وتعمل الثانيه ليها هي، ما حدش قال حاجه بالظبط. لكن مش تيجي هي تعمله هي وتجوع
ولا تعمل نفسها وتجوعها، لا تعمل الحاجتين على قدر الامكان، على قد قدر بس الامكان كده. او تعمل النهارده اللي هي الحاجه بتحبه وبكره اللي هو بيحبه وبعد الاولاد اللي شيء بيحبوه. جميل، نقسم شيء كده جميل، شيء جميل. الايام شيء جميل. زي ما بنقعد كل يوم يا مولانا نقول هناكل ايه هناكل ايه أيوة. هناكل ايه. أيوة. لا حضرتك اديتنا روشته، حضرتك عملت تدينا روشتات كتير قوي النهارده. الحمد لله. يعني النهارده هنتعلم ان احنا ايه، هاكل اللي يعجبني، ايوه، وبكره هاكل اللي يعجب جوزي، بلا شك، وبعد كده الولاد. ولو كان في قدره ماليه تعمل الاثنين زي ما قلت، تعمل حاجتين الاثنين عشان هي ما تتحرمش، هي في نفسها خلاص كده. يعني انا بتكلم اللي مفيش قدره ماديه، لكن اللي فيه قدره ماديه نعمل الثلاثه والاربعه والباقي يا مولانا. ويا ريت يزود ويدي الناس الفقراء. كنت لسه هقول لحضرتك، طب يا مولانا احنا في سفره رمضان بتبقى ما شاء الله فيها تمام. شيء وشويه، تمام. اتبقى الاكل اعمل فيه ايه؟ ده بقى زي ما قلت، في عماره لازم هيكون في واحد فقير. العماره اللي انا ساكن فيها لازم يكون في حد ايه، فقير، او واحده بتربي في يتامى، او واحد مريض، او واحد مريضه، ايا كان. يبقى انا لازم ابص لهذا الشيء، او في اول الشارع في حد انا عارفه بس يديها له سرا. يا انا هقول لحضرتك انا بعمل ايه، انا بروح جايبه اطباق شايلاهم في البيت عندي، لان صدقه السر تطفئ غضب الرب. من غير ما اقعد اقول لحد مش انا صدقه بعمل بس، اطعام، انا لا هدي فلان. مش صدقه بس كده، اسمها صدقه السر تطفئ غضب الرب. طب الصدقه ممكن حضرتك تفهمها لنا كويس؟ انا قرات قصه للصدقه دي، ولو كان عايز حلقه لوحدها والله. معلش بس في اخر حلقه كده اقول لك الكلام ده ان شاء الله. كان في واحد بيجي في المسجد، يجي العشاء بالليل، يعمل صينيه كبيره كده، ايوه، وياخد معاه حاجه زي اللمبه كده، اللي هو اللمبه بتاع زمان اللي فيها السهاري. السهاري ايوه عارفاها دي. ويروح يحطها في المسجد عشان تنور ايه المسجد، ويحط الاكل قدام مين؟ ويسيب الناس. فالراجل ده جه عنده في بير عشان بيطلع منه الميه، فهو بيطلع الميه وقع جوه البير. فالتراب وقع عليه والحجاره والدنيا. الواد يحاول ما عرفوش، قال له خلاص ده مات 6 سنوات. والله هجيب لك والله هجيب لك الروايه 6 سنوات بس كده. وبيفحطوا بقى، جابوا بقى يفحطوا الناس تفحط وبتاع، طلع حي. ايوه. قال لي ايه بقى الكلام ده؟ قال كل يوم وقت هذا العشاء تجي لي المائده الله على سيدنا النبي، الله أكبر، وعلى جمال الاسلام وعظمه الاسلام. الله، ما هو 300 سنه ناموا في الكهف وقاموا. ايوه صح، لا عندك حق يا استاذ، لا عندك حق يا مولاي، 300 سنه وناموا في الكهف وقاموا. الله قادر على كل شيء. ايوه. يجيش واحد يقول لك ازاي، لا اجيب لك الروايه، اجيب لك ده، انت بس وانت مؤمن. طيب مولانا هستأذن حضرتك اختم الحلقه. كل سنه وانتم طيبين، وانا سعيده جدا ان انا معاكم النهارده. احنا هنعمل اللي احنا قلنا مع مولانا، هنعمل خلوه مع ربنا، هنطلع زكاه وهنصوم، وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين. استأذن حضرتك في دعاء حلو بقى ختام الليله دي. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم يا ارحم الراحمين، اللهم يا ارحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة والجبروت والملك والملكوت ورحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا رحمة واسعة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بعد الصلاة على سيدنا محمد، نسألك أن ترحمنا رحمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، وآتنا سؤلنا وارزقنا أمنيتنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك من خير مما سألك من نبيك وحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولموتانا والمسلمين. اللهم ارحم والدينا رحمة واسعة رب العالمين، وتجاوز عن سيئاتهم وزد في حسناتهم ووسع مدخلهما. ربنا ارض عنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم من أراد بنا كيدا فاجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، آتنا سؤلنا وارزقنا أمنيتنا، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا رب كل شيء، بقدرتك على كل شيء، أحاط علم كل شيء، اغفر لنا كل شيء وتب علينا ولا تسألنا عن شيء. اللهم من كان قبل كل شيء، ويا من كون كل شيء، ويا كان بعد كل شيء، اغفر لنا كل شيء. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا، اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك، نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتنا بيدك، اغفر لنا وتب علينا يا ربنا يا كريم. اللهم آمين. بلغنا رمضان
وتقبله منا. أعنا على الصيام والصلاة والصيام والقيام. أعنا على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والقيام. اللهم آمين يا رب. اغفر وارحم وأنت خير من تغفر وترحم يا أرحم الراحمين. وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله.